يجوز إنشاء أي حزب سياسي على فكرة سياسية، يعني هذه أحزاب سياسية لها مناهج سياسية، فلا بد أن تقدم منهجا سياسيا. من فهم أن السلفية يمكن أن تنشئ من داخل فكرها سياسة فهو مخطئ. الدين ليس كتابا متخصصا القرآن ولا السنة في السياسة، يعني لا يوجد من الكتاب والسنة جغرافيا إسلامية ولا جبر إسلامي ولا حساب مثلثات إسلامية. هذه علوم دنيوية تؤخذ على يد أهلها. فالسياسة علم من علوم الدنيا، يوجد كلية اسمها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. الإدارة علم، التجارة علم، إدارة الأعمال علم، التنمية البشرية صارت علما، وهناك علوم تجد كل يوم الناس يحتاجون إليها. فعلوم الدنيا ربنا الحكم من فوق 7 سماوات قال على لسان نبيه، أمر نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن يبلغ أمته أنتم أعلم بشؤون دنياكم. الحرية يعني وهذا المناخ الذي فيه تعبير عن الرأي هو لصالح الدين والدنيا. بين، وضح من أنت، اكشف أوراقك، لا تخدعني، لن أخدع مرة أخرى. لا تخدعني وتعمل يعني برنامجا لمدة 50 عاما ثم أفاجأ بأنك تجرني إلى دولة يحكمها الملالي ويحكمها آيات الله. إياك أن تجرني إلى هذا بطريقة دبلوماسية. الدولة المدنية التي نؤمن بها دولة لا يقودها رجال دين، لا مسلمون ولا مسيحيون. رجال الدين عندنا مهمون جدا، لكن ليسوا هم الذين يكونون في سدة الحكم. فالدولة مدنية بهذا المعنى. أيضا من معانيها المدنية ضد المتخلفة، مدنية يعني حديثة حضارية. إذن هي دولة تقوم على العلم، تقوم على التكنولوجيا، تقوم على الحضارة والثقافة، لا تتبنى الحياة البدائية القديمة. فالحياة تتجدد. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الدين ثوابت في قيمه ومبادئه، فما المتغير حتى يحتاج إلى تجديد؟ الدنيا. الظروف والأحوال هي التي تتغير، فيحتاج إلى علماء مستنيرين ينزلون هذه الثوابت من القيم والمبادئ على هذه المتغيرات، يجدد لها دينها. كفانا تخلفا، وكفانا رجعية، وكفانا تحجرا وجمودا وتصلبا وعنصرية، كفانا جهلا. هناك من يريد منا أن نعيش سلفية في الوسائل، أن نعيش في التاريخ وأن نعيش في الكتب. نحن نريد أن نعيش بالكتب لا أن نعيش في الكتب.